ومعانا واحد من المتفوقين دراسيا وخلقيا، وبناء على ترشيح من اداره شركه كي اوف سكسس حبوا يعملوا معاه اللقاء كنوع من التكريم ليه. نتعرف بيك يا كابتن. مالك حسن محمد. كابتن مالك تعالى خطوه كده عليا كده. مالك ايه؟ مالك حسن محمد حسن. مواليد كام يا كابتن مالك؟ 2012. انت بتدرس في انهي مرحله سنيه؟ مش بتدرس في سنه كام؟ في سنه رابعه. في سنه رابعه، ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. اداره الشركه هنا بيقولوا عنك انك انت متفوق دراسيا وخلقيا، تقول لهم ايه؟ اقول لهم بصراحه هنا الاجواء جميله جدا، وبحترم جدا في اكاديميه تالنت، واكاديميه كبيره طبعا في ملعب نادي الفروسيه. الاجواء جميله ويعني وقت حلو بنقضيه هنا. يا رب يكون اوقاتك كلها حلوه. كلمنا عن مشاركاتك في بطوله النادي الاهلي. بطوله النادي الاهلي ان شاء الله ممكن واكيد طبعا هنكسبهم ان شاء الله. يعني احنا كبار وممكن وقدها وممكن نعملها، واكيد هنعملها واحنا واثقين من نفسنا. ان شاء الله تاخدوها باذن الله. بنتمنى لك التوفيق. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ومعانا الكابتن محمد جابر مدير فني تالنت لفرع اسكندريه. كابتن محمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. مسؤول عن مواليد كام يا كابتن محمد؟ مواليد 2010 2011. كابتن نتعرف بيك. يوسف سعد خميس. مواليد كام يا كابتن يوسف؟ 2014. انت اصريت ان انت تعمل اللقاء مع الكابتن محمد. انت بتحب الكابتن محمد؟ طب نوجه لي كلمه ونقول له ايه؟ انا بحب الكابتن جابر قوي. اتفرج على اخوك الصغير. ده انا هو بيمرني وهو خليني انا لعيب. ان شاء الله تبقى لعيب احسن حد في الدنيا، وهو كمان بيحبك. كابتن محمد كلمنا عن تالنت وفرع اسكندريه. بدأنا من عدة شهور. اشتغلنا مع الولاد، كان في اختبارات، اخترنا افضل العناصر اللي موجوده. اتمرنا الفترات اللي فاتت دي كلها، جهزنا الولاد لبطوله النادي الاهلي، وفي بطوله كمان مواهب العرب. ان شاء الله نظهر بشكل كويس يليق باسم تالنت. وبشكر سياده المستشار عيد البحيري، بشكر الكابتن هلال الزهراني على اختيارنا وعلى تنظيم مشاركتنا في بطولة قوية زي بطولة النادي الأهلي وبطولة مواهب العرب اللي بتضم العديد من الفرق العربية. بمناسبة ذكرك لهلال الزهراني، هلال الزهراني قال أنا هاخد بطولة مواهب العرب، قالها الصريحة كده. أنت بصفتك ممثل عن تالنت تقول له إيه؟ إن شاء الله بنشكرك على الثقة دي، وإن شاء الله واثقين في قدراتنا، واثقين بإذن الله إن إحنا هنظهر ظهور مشرف. ومش بس ظهور مشرف، إحنا عندنا أهداف إن إحنا يعني إن شاء الله نلعب على البطولة دي ونوصل لأعلى نقطة، وإن شاء الله بنوعده بالبطولة وبالكاس إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق ونشكرك شكرا جزيلا. أشكرك يا كابتن. شكرا ليك يا كابتن. شكرا. ومعانا مجموعة من مواهب العرب ولاعبي تالنت نتعرف بيهم. نتعرف بيك يا كابتن. مهند حاتم محمد. إيه؟ مهند حاتم محمد. معز. مهند حاتم محمد. مهند. يعني كابتن مهند مواليد كام؟ 2009. كابتن نتعرف بيك. لؤي حاتم محمد. مواليد كام يا كابتن؟ 2009. 2009. منين يا كابتن؟ من وراق. كابتن نتعرف بيك. سيد علي احمد. مواليد كام يا كابتن سيد؟ 2008. منين؟ بلاد دكرور. بلاد دكرور. ومن الوراق. وانت من امبابه بقى ولا منين؟ من الوراق. من الوراق. يعني انتوا خط واحد كده، انتوا الثلاثه. كلمونا عن مشاركتكم في بطوله مواهب العرب وبدايتها وبطوله النادي الاهلي. فرحان زعلان متضايق؟ ايوه فرحان. فرحان طبعا. فرحان الحمد لله دخلت بطوله الاهلي. الحمد لله. انتوا فيكم شبه من بعض، انتوا اخوات؟ بجد والله؟ توأم بجد. انت مواليد كام؟ 2009. ايه 9. وانت؟ في 9. طبعا 2009. ما دام توأم بقى. كلمنا عن مشاركتك في بطوله مواهب العرب. فرحان الحمد لله وحلو وربنا. حلو عشان انتوا مشاركين معانا فيها. وربنا ينجحنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن كلمنا عن مشاركتك في بطوله مواهب العرب. ان شاء الله نعمل اللي علينا وهناخدها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عجباني الثقه بتاعتك كده. هناخدها ان شاء الله. ان شاء الله. بارك لكم على الفوز. شكرا لكم يا كباتن. شكرا لكم.